فيلمنا بيبدأ في متحف الطيران والفضاء، واحنا بنشوف طفل صغير اسمه إليو، واللي بيبان انه قاعد زعلان، وبنعرف ان باباه ومامته ماتوا، علشان كده اغلب الوقت بيبقى زعلان، وبيكون عايش مع عمته أولجا، ودي اللي بتبقى بتربيه وبتكون رائدة فضاء. بنشوفها وهي واقفة تتكلم مع زميلتها في الشغل، فبيستغل إليو ده وبيسيبها ويمشي لوحده، وبتبص أولجا تحت الترابيزة ومش بتلاقي إليو، وبنشوفه وهو ماشي وبيلاقي أطفال مع عائلتهم، وبيتأثر إليو جدا وبيمشي وهو متضايق. وهو ماشي بيلاقي معرض مفتوح، فبيدخله وبيلاقي مركبة، وفضوله بيخليه يلمسها، وأول ما لمسها السقف نور بنجوم كتيرة وبتنور المركبة، وبنلاقيه نام على الأرض وبص للسقف، وبيسمع تسجيل للمركبة وهو بيقول إن المركبة لسه بتبعت رسائل للفضاء على أمل إنهم يتواصلوا مع كائنات تانية. وبنشوف إليو وهو منبهر جدا ومتأثر باللي شافه، لغاية ما عمته أولجا بتلاقيه وبيسألها إليو إذا كان في حد عايش برا الأرض ولا لأ، وعمته مش بتعرف ترد عليه وبتاخده وبتمشي. ومع مرور الوقت بنشوف إليو وهو متعلق بفكرة إنه يقابل كائنات فضائية، بيظهر وهو بيرسم رسمة غريبة ومعاه التسجيل بتاعه، وبيحاول يبعت إشارة، فبيفضل نايم وهو باصص للسما على أمل إنهم يخطفوه، بس بيزهق وبيقرر يروح البيت. وبنعرف إن علاقته مع عمته مش أحسن حاجة، ومن كتر ما هو مهووس بالفضاء بيهرب من المدرسة وبيفضل يخطط إزاي يتخطف من الكائنات الفضائية. وفي يوم هو على البحر بيحاول يتخطف من الفضائيين، بيغلبه النوم وبينام، وبيصحيه ولد كان سامع عن اللي إليو بيعمله وبيبقى عايز ينضم ليه، وبيديله التسجيل بتاع باباه. وقتها بيظهر ولد تاني وهو بيتريق على إليو وبيحاول يبوظ له التسجيل، فبيتعصب إليو وبيتخانقوا وبيتخبط في عينه، وبتظهر عمته اللي بتاخده للمستشفى، وهناك بيحطوا له لزقة على عينه. وبعدها أولجا بتاخده معاها الشغل، وبتظهر وهي بتزعق له علشان كان قاعد على الشاطئ لوحده، وبتقول له انها عرفت انه كان بيهرب من المدرسة، وبتتعصب وبتسيبه في المكتبة وبتمشي. وبتروح أولجا تحضر اجتماع بيحضر فيه عالم كبير، وبيقول العالم انه لقط رسالة من كوكب تاني، وبيكون الكل مش مصدقه وبيسيبوه وبيمشوا. وبنشوف إليو هو مستخبي وبيكون سامع كلام العالم. بعد ما المكان بيفضى بيروح إليو يبعت الرسالة، وبيقول لهم انه مستنيهم من زمان ونفسه يجوا ياخدوه. واول ما بيبعت الرسالة الجهاز بيستهلك كهرباء كتير والنور بيقطع في القاعدة، فبتعرف أولجا ان إليو هو السبب وبتاخده وبتمشي. وبيكون إليو متحمس جدا وبيجهز شنطته علشان حس انهم جايين ياخدوه. بتزعق لأولجا وبتقوله ان مفيش فضائيين وانه لازم يبطل يعمل مشاكل، وبتقوله ان لازم يروح معسكر تبع المدرسة، بس إليو مش بيبقى موافق، لكن عمته بتصمم توديه. وتاني يوم بيروح إليو المعسكر وبيبقى متضايق جدا، وبنشوف الولدين اللي اتخانقوا معاه موجودين في المعسكر وبيرخموا عليه. وبنشوف إليو وهو بيحاول يتواصل مع الكائنات مرة كمان، وبيسمعوه الولدين فبيقرروا يعملوا فيه مقلب ويخوفوه، وبيخاف إليو وبيهرب على الغابة، وبيفضلوا يدوروا عليه لغاية ما بيلاقوه، ولسه هيضربوه فجأة بيلاقيهم إليو يتجمدوا مكانهم، وبيظهر نور أخضر وبيخطفوا. وبيظهر إليو هو في مكان في الفضاء بيتجمع فيه قادة الكواكب المختلفة، وهناك بيقابل إليو كائن اسمه أوؤو، وده بيبقى عامل زي الكمبيوتر بيساعده يتكلم مع الفضائيين. وهناك قادة الكواكب التانية بيستقبلوا إليو واللي بيبدأوا يعرفوا نفسهم ليه. وأول ما بيعرفوا إن إليو من الأرض بيبقوا معجبين بيه جدا علشان هو الوحيد اللي قدر يبعت الرسالة. وهم بيتكلموا بيحصل اجتماع طارئ، والسبب إن في مرشح جديد عاوز يبقى سفير اسمه جيرجيون، وبيظهر إنه شرس والسفراء مش طايقينه، ولما بيرفض السفراء يخلوه سفير بيوعدهم إنه هيحاربهم، وبيظهر وهم خايفين وبيجهزوا علشان يطردوا إليو ويرجعوا الأرض تاني. فبيرفض إليو لأنه مش عايز يرجع، وبيقرر يتفاوض مع جيرجيون ويثبت إنه يستحق يبقى سفير الأرض. وبنشوف أوؤو وهو بيعمل نسخة تانية من إليو علشان يبقى مكانه على الأرض، وده علشان محدش يشك في حاجة. وبيظهر إليو وهو في مركبة فضائية وهو رايح سفينة جيرجيون علشان يتفاوض معاه. وبنشوف إليو هو مع جيرجيون، واللي في الأول بيمشي معاه كويس لحد ما إليو بيجيب سيرة ابنه وبيتريق على تربيته، فبيتعصب جيرجيون وبيؤمر بحبس إليو في السجن. وبنروح للأرض وبنشوف أولجا اللي بتبقى مبسوطة إن إليو شخصيته اتغيرت وبدأ يبقى اجتماعي ومبقاش يفكر في الفضائيين تاني، بس بتبقى مستغرباه شوية. وبنرجع لإليو في السجن وهو بيحاول يهرب، بس حظه إن يقابل ابن جيرجيون واللي بالمناسبة اسمه جلوردن، كان شكله عامل زي الدودة الكبيرة وبيكون طيب وساذج عكس أبوه خالص، وبيساعد إليو في إنه يهرب. فبيفكر إليو يستخدمه كورقة ضغط على جيرجيون،
وبيظهر إليو وهو بيتفاوض مع جيرجيون إنه يسيب ابنه مقابل يسيبهم في حالهم وما يهجمش عليهم تاني، فبيوافق جيرجيون. وبيظهر واحنا بنشوف أولجا وهي مستغربة تصرفات إليو، فبتقرر تاخد عينة من شعره علشان تتأكد إن ده إليو الحقيقي. وهي بتحقق العينة بتتحرك ناحية إليو، بتقرر إنها تشيل اللزقة اللي على عينه، وبتكتشف إن ما عندوش عين، فبيصحى إليو بيقول لها الحقيقة. وبنشوف إليو وابن جيرجيون إنهم قضوا وقت حلو قوي مع بعض، وبيوصل جيرجيون علشان ياخد ابنه، فبيزعل إليو مش بيبقى عايزه يمشي. كمان جلوردن بيقول إنه مش آلة حرب وإنه مش عايز يكون معاهم، فبيقرر إليو يعمل نسخة من جلوردن ويبعتها لجيرجيون ويخلي جلوردن الحقيقي معاه. فبيروح إليو يدي النسخة المزيفة لجيرجيون، وهما ماشيين بيشك جيرجيون إن في حاجة غريبة وإن ده مش ابنه، فبيدوبه بسرعة وبيتأكد فعلا إنه مش جلوردن. فبيتعصب جيرجيون وبيعلن الحرب على السفرة، وبيمشي وبيقول إنه هيرجع ابنه بأي طريقة. وقتها السفرة بيتقلبوا على إليو وبيقولوا له إنه هو السبب، وبيفتحوا له بوابة علشان يرجع بيها للأرض. وبينزل إليو من الفضاء على الشاطئ، وهناك بيقابل أولجا وإليو التاني، وبيحس إليو إن النسخة المزيفة أخدت مكانه. بس أولجا بتنادي على إليو بقلبها، فبيروح وبيتأسف لها وبيحضنها، وهنا بيحس لأول مرة إنه مش لوحده. وفجأة بيشوفوا عساكر كتير رايحة القاعدة، وهم في الطريق بيشوف إليو المركبة بتاعته اللي كان راكبها في الفضاء واللي بيكون موجود فيها جلوردن، فبيحاولوا يدخلوا بس مش بيعرفوا، فبيضحي النسخة التانية من إليو بنفسه علشان يخوف العساكر. وبيستغل ده إليو وأولجا وبيدخلوا القاعدة، وبيدخل المركبة وبيلاقي إن جلوردن بدأ يضعف بسبب برودة الأرض اللي مش متكيف عليها، وهم بيحاولوا يساعدوه. بيظهر القادة، فبيحاول إليو يحرك المركبة ويطلع بيها للفضاء بأقصى سرعة، لكن المركبة ما بتبقاش بالسرعة الفائقة اللي تقدر تعدي بيها الحطام. فبيقرر إليو يستعين بمساعدة برايس، وبالمناسبة ده الولد اللي كان بيتنمر عليه، فبيساعدوا برايس ويديله إحداثيات المركبة واللي من خلالها بيساعدوا يعدوا الحطام ويوصلوا للفضاء. ولما بيوصلوا بيكون جيرجيون استولى على المكان، بس لما بيشوف ابنه وهو تعبان بيخلع الدرع الوحشي اللي كان لابسه وبيظهر على شكله الحقيقي واللي بيكون على شكل دودة كبيرة، وبيحضن ابنه وهو بيتكلم معاه. فبيفوق جلوردن واللي بيقوله انه مش عايز يبقى زيه. وقتها قرر جيرجيون يحرر السفرة ويبعد عنهم ويسيب المكان ويمشي. فقرروا السفرة يكرموا إليو ويدوله ميدالية على انه بقى سفير رسمي للأرض خلاص، وبكده يقدر يكون معاهم على طول. لكن إليو بيرفض وبيقول إنه عايز يبقى مع أولجا، وإنه مكانه الحقيقي معاها، وإنها بتكون أول بيت عرفه إليو. فبيجري جلوردن وبيحضن إليو وبيودعهم. إليو بيرجع مع أولجا الأرض، وبتشوفهم الناس كلها وهم راجعين من الفضاء، وبيتفاجئوا كلهم وبيحيوهم. وبيظهر في آخر مشهد واحنا بنشوف إليو قاعد مع برايس، واللي بيبان إنهم بقوا صحاب، وبيكلموا جلوردن بجهاز الراديو بتاع إليو. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش باللايك والسبسكرايب. سلام.